بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهارده هنعمل حاجه كده تدفينا، حاجه حلوه كده سريعه وسهله. طبعا كنا قاعدين سهرانين كده بالليل والواحد بقى ايه بردان كده، فقلنا ايه قومي يا بنت تشجعي واعملي حاجه حلوه كده، ايه دفي نفسك كده ودفي اولادك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونشوف الطريقه الجميله دي. قلنا ايه نعمل شويه فطير كده في الطاسه، مقاديرهم بسيطة كده وسهلة وموجودة في أي بيت. يلا بينا نشوف ايه هنعمل ايه. أول حاجة ده نص كيلو دقيق اهوت، وطبق فيه معلقة بيكنج باودر ومعلقة سكر وربع معلقة ملح ومية للعجين. هننزل بقى بالمكونات بتاعتنا دي الجافة كده على الدقيق، وهنقلبهم في بعض كده ايه تقليبة حلوة. حطيت السكر وحطيت الملح، وهحط المعلقة البيكنج باودر ديت، كانت معلقة صغيرة يعني مش كبيرة، بس عشان تديكي توريقة ايه للفطير، علشان هنعمله في الطاسة كده مع بعض. لو اول مرة تشوفيني شرفني ان انت تكوني معايا في قناتي، وان انت تنوريني كده في قناتي وتحطي لي اللايك وتحطي لي الاشتراك. طبعا كده بقى زي ما قلت لكم هنقلب المكونات كلها ايه في بعضها كده، وهننزل بالمية بتاعتنا عشان نعجن ونعمل الفطير الجميل ده. كان طعمه تحفة والله العظيم، كان تحفة، وكان خفيف كده ولطيف وطعمه جميل وسهل جدا. بتعمليه في ريحك في المطبخ وانت واقفة في المطبخ، ما بياخدش وقت. مش ان انت مثلا هتطلعي وتفردي في الفرن وكده، لا في الطاسه وانت واقفه ما بياخدش اي وقت. صلي بقى كده على النبي كده واستغفر ربنا كتير، وادعوا ربنا كده ايه كل اللي بيتمنى حاجه ربنا يحققها له يا رب. كده بقى كنا نزلنا الميه كده على الدقيق، وقلنا نعجن بقى كده بالمعلقه. بس طبعا المعلقه ما نفعتش، فانا هعجن بايدي بقى، هسيب المعلقه خالص وهعجن بايدي علشان اعرف اتمكن كده من العجينه والتها كويس. واهم حاجه في العجينه ان انت تلتها كويس وتظبطيها كده. خلاص بقى خلصت العجينه كده ولتتها كويس، لتتها يجي 10 دقايق كده. شوف العجينه معانا حلوه ازاي. هاخدها بقى ايه اقطعها كده الكور، وحسب ما انت عايزه الفطيره صغيره قطعها صغيره، عايزاها كبيره قطعها كبيره، بس عشان هتعملها في الطاسه لازم أن تكون ايه وسط كده، بتبقى صغيره وحلوه كده. كده بقى كنت عملت كده ايه من النص كيلو ادي 12، بس انا عاملاهم كور صغيره، وخمسة يبقوا 17. قطعت كده ملات الصينيه الصغيره دي، وقطعت 5 على الصينيه اللي هفرد عليها. وكنت جايبه زيت، هابل بقى كده ايه رشة بس كده من الزيت على الصينية اللي انا هفرد عليها، وهفرد عليها كده بقى ايه الفطيرة بتاعتنا الصغيرة الجميلة ديت. بس مش هعملها مدورة، انا هعملها طويلة علشان هعملها مربع كده صغير حلو كده. وتشكيلة برضو زي ما انت عايزة، يعني تشكيل الفطير حسب ما انت عايزة تعملها مدورة اعمليها، عايزة تعملها طويلة زي ما انا هعملها كده اعمليها، عايزة تعملها مثلث اعمليها. كل واحد يعمل بالطريقة اللي هو ايه شايفها حلوة وعجباه يعملها. انا بديك الفكرة وانت اعملي ايه الحاجة اللي تعجبك. كده بقى هنفرد الفطيرة خالص اهيت ونخففها كده ونرققها. ايوه كده هخليها طويلة كده وحلوة ان انا ايه اعرف اعملها مربع كده. حتى لو اتقطعت معاكي ما تخافيش منها، لان كل ده بيتلم تاني وبتبططيه تاني وبتظبطيه بيطلع معاكي عدل وكويس خالص ومفيهوش اي حاجه. كده بقى كنت جايبه كميه من السكر، فقلت ايه ارش فيها رشه سكر كده. لو انت حابه تحشيها جبنه احشيها، إيه حابه تحشيها عجوه احشيها، اي حاجه عندك وانت حابه تحشيها فيها مش شرط السكر احشيها. كل واحد يحشي الحشوه اللي عجباه والحشوه اللي ايه اللي تناسبه واللي بيحبها. كده بقى ايه ضمتها على بعضها اهي طبقتين، وهبططها تاني كده على بعضها علشان خاطر تلزق في بعضها ما تبقاش متسيبة كده من بعضها. كده بقى هلمها من الجناب، وكده ابقى عملت شكل تاني اهوت، وهعمل منها مدور وهعمل طويل. وده كان شكل من الاشكال اللي انا عملته، بس انا عملت الاكتر بقى من المربع كده مربع، ما عملتش كله الشكل ده. انا عملتش الا دي بس الشكل ده، بس بقيت الكمية كلها عملتها مربع، وعملت منها ايه 5 مدورين. لان الشكل ده لما بتيجي تشيليه مش بتعرفي تتمكني فيه كويس زي المربع وزي المدورة.
فجبت الشوكة بقى كده وقلت ايه اعمل لها شكل حلو كده بالشوكة بتاعتنا، تدي منظر حلو كده. بس بصراحة لما اتخبزت التعليمات اللي في الشوكة ديت ما ظهرتش خالص، مش عارفة ليه بصراحة. الشوكة كانت كل شوية تقع مني، كل ما امسكها تقع مني. كان الجو برد بقى كده والواحد كان بردان ومتكتك، بس قلت ايه اما اقوم ادفي نفسي واعمل حاجة حلوة كده للولاد. بس كان طعمها جميل والله، كانت على الرغم ان هي معمولة على على البوتاجاز مش في الفرن، بس كان طعمها حلو وكانت جميلة والاولاد حبوها جدا. لان انا عندي ولادي بيحبوا الحاجات دي قوي، يحبوا المخبوزات، يحبوا التحلية اللي كنا عاملينها مع بعض ديت بالبسكوت الاوريو دي عجبتهم جدا. قالوا لي يا ماما اعملي لنا منها على طول، طعمها جميل جدا. هفرد واحدة تانية بقى كده اوريها لكم. كده كنت عملت واحدة فقلت اعمل معاكم كمان واحدة، وبعدين بقى ايه افرد الكمية كلها مع نفسي. هي انت لما بتفردي على زيت بتيجي معاكي بسرعة، مش زي لما بتفردي على الدقيق. والدقيق بتحس ان هو ايه بيجيرها كده وبيخليها ايه، كلها دقيق كده مش بتبقى حلوة. انما انت لو عايز تفردي الفرد الصح افردي على الزيت احسن، بيديلها منظر حلو وبتبقى فيها لمعة كده وحلوة. ولو حابة ان انت تدهنيها من جوه كده سمنة بلدي او زبدة او حاجة ادهنيها. بس انا ايه ما حبيتش ان انا ايه ادهنها من جواها، لان انا عامله لها عسل علشان هزقها بالعسل. ما حبيتش بقى ان انا ايه احط اكتر من الزيت. بس انت بقى حسب راحتك، حابه انت تدهنيها زبده او سمنه بلدي ادهنيها. كده بقى هنفرد التانية وهعملها بقى ايه مستطيله او مربع، ونكمل بقيه العجينه كلها. لو عجبتك الفكره اعمليها وجربيها وقولي لي ايه رايك في الكومنتات. قولي لي ايه رأيك فيها، هتعجب اولادك ولا لا؟ بس بصراحة كانت جميلة. كده بقى كنت خلصت الكمية كلها بقى فرد، فجبت بقى الطاسة بتاعتنا كده وقلت ادهنها بالزيت وانزل فيها بقى ايه بالفطيرة بتاعتنا الصغنونة الجميلة ديت. وهغطي عليها وهدي عليها النار، ما تعليش عليها عشان ما تحرقش منك عشان تستوي. ما تنسيش ان هي عجينة. كده كنت حطيتها بقى وهقلبها معاكم اهيت. كنت غطيت عليها بغطا علشان البخار بتاعها يطيبها ويسويها من جوه. دي كانت اول واحده اللي احنا عملناها مع بعض الشكل الاولاني، بس ما ظبطش زي المستطيل وزي المدور. بس كانت طعمها جميل جدا، كانت حلوه قوي. خلاص بقى كنت طلعت ديت اول واحده اهيت. هنجيب بقى الايه العسل بتاعنا. انا كده بوريها لكم من ورا ومن قدام اهيت، وان هي مستويه ما شاء الله وحلوه لانها خفيفه. هجيب بقى ايه العسل اللي انا عاملاه كده وهنزل عليها بقى كده ايه، هرش عليها كلها عسل علشان العسل ده هيخلي لها طعم جميل جدا. ده العسل بتاعنا اهوت. كنت حطيت قبل ما ابدا عجين كوبايه سكر وعليها كوبايه وربع ميه وعصره ليمونه وسبتهم عملوا العسل الجميل ده. شفتوا تقولوا حلو ازاي وناجح جدا. هيعجبك باذن الله، جربيه بس وقولي لي ايه رايك. خلاص بقى كده ايه هزقي بقى الفطيره بتاعتنا كلها بالعسل الطعم جميل ده. بجد بجد هتجربيه ولادك هيحبوه وهياكلوه هيقول لك اعملي لنا تاني. كده بقى ايه كنت عملت الكميه كلها اهي بوريها لكم. دي اللي انا كنت عملتها مستطيله. كنت عملت كمية كتيرة لان كانوا 17 واحدة، وغير ما الولاد كلوا من ورايا كمان كنت ما بطلع. واللي يخش يشيل واحدة كل اللي يخش يشيل واحدة. وده بقى اللي انا عملتها مدور. انتوا عارفين ان الحاجة ديت بالذات وهي بتتعمل كده بتبقى سخنة الولاد بيحبوها، وبيحبوا ايه يحولوا من وراك كده ويشيلوا كل ما تطلعي حاجة كده ايه يشيلوها. شوفوا بقى الجمال والحلاوة. قومي يلا تشجعي كده واعمليها وقولي لي ايه رأيك. شوفي طعمها تحفة وطعمها كان جميل جميل جدا. بوريكم التورقة اهي بقطعها لكم علشان تشوفوا التورقة بتاعتها من جوه ان هي مستوية وطيبة. ودي الكمية بقى غير ما اتاكل منها كمان. بالهنا والشفا لكل اللي كل حاجة وجربوها بس ومش هتندموا. وانا متأكدة ان اولادكم هيحبوها. كده بقى ايه هقطعها لكم كمان واوريكم التورقة بتاعتها من جوه.
لانها بصراحة كانت حلوة قوي قوي، وكانت مورقة وحلوة، وعجبتني جدا الفكرة ان انا ايه اعملها معاكم، وان احنا ايه نعملها لاولادنا كده، وتتسلي بها بالليل وانت قاعدة كده في الدفا كده. خلاص بوريكم ان هي مورقة ومستوية وطعمها لذيذ. يلا قومي اتشجعوا واعمليها لاولادك وما تتردديش فيها. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.